اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر. لما تسمع كلمة ألاسكا غالبا أول حاجة هتيجي في بالك تلج، جليد وبرد شديد. لكن تخيل إن تحت الأرض في المكان ده موجود بترول بكميات ضخمة. وهنا بدأت المشكلة، إزاي نطلع البترول من أقصى شمال ألاسكا وننقله لمكان نقدر نصدره منه؟ القصة موجودة في منطقة اسمها نورث سلوب. المنطقة دي موجودة في أقصى شمال ألاسكا وقريبة جدا من المحيط المتجمد الشمالي، وفيها حقول بترول مهمة وأشهرها برود هو باي. بعد اكتشاف البترول هناك كان لازم نلاقي طريقة ننقله مئات الأميال ناحية الجنوب، والحل كان مشروع هندسي ضخم جدا، ترانس ألاسكا بايبلاين سيستم أو تابس. خط أنابيب طوله حوالي 800 نيل، يعني أكتر من 1200 كيلو متر تقريبا، والخط بيمتد من شمال ألاسكا لحد فالديز على الساحل الجنوبي. لكن هنا ظهر تحدي غريب جدا، بيرمافروست، يعني تربة تفضل متجمدة لفترات طويلة جدا. طب ايه المشكلة؟ البترول اللي جوه الأنبوب بيكون دافي نسبيا مقارنة بالتربة المحيطة، ولو الحرارة انتقلت من الأنبوب إلى الأرض ممكن التربة المتجمدة تدوب، ولو الأرض اتحركت أو فقدت تماسكها ممكن يحصل إجهاد وحركة في خط الأنابيب. عشان كده المهندسين استخدموا تصميمات مختلفة حسب طبيعة الأرض. في مناطق معينة الخط مدفون، وفي مناطق تانية الخط مرفوع فوق الأرض على دعامات خاصة، وفي بعض المناطق بيستخدموا أنظمة تساعد على التخلص من الحرارة والحفاظ على استقرار البيرمافروست. يعني حتى درجة حرارة البترول نفسه أصبحت جزءا من تصميم خط الأنابيب. لكن التحدي مش التلج بس، الخط بيمر عبر جبال وأنهار ومناطق زلازل وتضاريس صعبة، وعشان كده تصميمه محتاج حلول هندسية خاصة علشان يسمح للخط بالحركة في بعض المناطق بدون ما يتكسر. والنتيجة واحد من أشهر مشاريع خطوط أنابيب البترول في العالم. والقصة دي بتورينا حاجة مهمة جدا، إنتاج البترول مش مجرد إنك تلاقي البترول تحت الأرض، لازم تعرف هتطلعه إزاي، هتنقله إزاي، وهتخليه يوصل لميناء التصدير إزاي. وفي ألاسكا كان لازم تعمل كل ده في واحدة من أقصى البيئات الطبيعية على الأرض. يعني البترول موجود تحت التلج، لكن التحدي الحقيقي كان إزاي تنقله من غير ما التلج نفسه يبقى مشكلة. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر.